الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمناسبة ذكرى تأسيس الدولة التركية الحديثة دشن قصرا رئاسيا في العاصمة أنقرة أثار الكثير من الجدل وأسال الكثير من الحبر. يتربع القصر على مساحة 200 ألف متر مربع وهو مستلهم من الهندسة المعمارية السلجوقية، وقد كلف حسب الصحافة التركية نحو 350 مليون دولار. القصر بني في منطقة غابية أثارت معارضة المدافعين عن البيئة، كما اتهمت المعارضة أردوغان بجنون العظمة. ويرى محللون أن وصول أردوغان للرئاسة قد يساهم في تغيير نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي ذي صلاحيات مطلقة. وغضبهم لأن هذا النصب كلف الميزانية وكلف مجلس المحافظة 8 مليارات دينار. احنا مثل ما جاي نشوفه وصلت لنا الصور. الكل تفاجأ بشكله المثير. طبعا اول ما واحد يشوفه يتصور انه كانما في مدينه الالعاب، يعني اكثر التعليقات لان نزلت الصوره على الصفحات الخاصه باهالي البصره ما شفنا ولا واحد، يعني حتى الناس اللي ما لهم علاقه بالفن او بالثقافه او ما لهم علاقه بالموضوع كفنانين تفاجئوا بالنصب وقالوا احنا في مدينه الالعاب. الحريه التي تقع عند مدخل البصره وهو محاط بعدد من الخيول ويعتلي قمته مجموعة من الرماح وبعض الصفائح تنتهي بقبة يرتكز عليها لفظ الجلالة، وقد شيدت باستخدام مواد معدنية كالحديد وغيره، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من قبل المدافعين عن التراث البصري. احنا اكو ساحات انعوفت باسم تماثيلها ونصبها، بس هذا مع الاسف ما جاي يشوف به اي قيمه جماليه بصراحه. اذا ناخذ القيمه الجماليه هو زحمه مثل ما بيوتنا زحمه، يعني جاي اشوف خيول واشوف قبه واشوف طوافات مال مبرده يمكن، وشفت هواي شغلات وهي ما لها دخيله على الموضوع هذا. ثم هاي الخيول شنو يعني شنو معناته؟ والله انا اول مره عبالي يعني حديقه مال العاب، يعني حتى قلت اجيب الصغار واصعدهم على الخيول. والمثل اليوم بيقول اضحك للدنيا يا حبيبي الدنيا بتضحك لك. هاشتاج ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. يضحك السافل.